الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناة الكهرباء ببساطة. هنشرح لحضراتكم تصميم لنموذج مباني سكنية منخفضة التكاليف، أو بيسمى المباني الاجتماعية والإسكان المتوسط. وهنشرح الموضوعات التالية: الطلب الأقصى المطلوب لمبنى طبقا للكود المصري، الطلب الأقصى المطلوب للمبنى طبقا لشركات توزيع الكهرباء بمصر، حسابات الحمل المطلوب للعمارة والشقة الإسكان الاجتماعي والمتوسط. هندي لحضراتكم رسم مسقط أفقي يوضح لكم توزيع أعمال الكهرباء داخل الشقق. هنشرح لحضراتكم القطاعات ونوعية أسلاك الكهرباء المستخدمة في أعمال الإنارة والبرايز. هنديكم نموذج للوحة كهرباء لشقة بإسكان اجتماعي، نموذج للوحة كهرباء خاصة بالخدمة في عمارات الإسكان الاجتماعي. هنشرح لحضراتكم صواعد التغذية الكهربائية للشقق في العمارات الخاصة بالإسكان الاجتماعي. هنوضح نقطة التغذية الخاصة، نقطة التغذية العمومية الخاصة بالعمارة في الإسكان الاجتماعي. من إجراء الحسابات بتجميع أحمال البعدات المختلفة من إنارة إلى برايز إلى أجهزة، سواء كانت طهي ولا محركات أو مصاعد. في طريقة أخرى للحسابات، وهي بتعتمد على المتر سكوير أو مساحة المبنى بالمتر مربع. وهنا في تصنيف لجدول 3-3 صنف بيتكلم عن النماذج السكنية لعمارة ارتفاعها يقل عن 15 دور، وعمارة ارتفاعها يزيد عن 15 دور. العمارة ارتفاعها يقل عن 15 دور فيها 3 أنواع من مستوى الإسكان: منخفض التكاليف، متوسط، فاخر. وبنستخدم القيم دي عند عملية اللود استيميشن. أما العمارة اللي بتزيد عن 15 طابق هي طبعا بتخش بشريحة الإسكان الفاخر، وعشان كده هي خدت صف أفقي 1، السكني من 8 ل 10 والإداري 12 بالمس زي فوق. القيمات اللي موجودة على الشاشة هنا هي طبقا لشركة الكهرباء أو وزارة الكهرباء أو بيرفق الكهرباء، ودي يجب بمقارنتها بالقيم اللي موجودة في الكود. هنجد إنها يعني هي الراوند نفس الأرقام، وهي بتعتمد على المتر سكوير، المساحات المبنية. ويجب تطبيق هذا الجدول علشان نقدر إن احنا نمرر مشروعنا وناخد أبروف من هذه الجهات الحكومية. بيضاف إلى الاستيميشن هذا حمل المصعد وحمل إنارة السلم وتسكين المياه المركزي وطلمبة المياه، وإذا كان في تكييف مركزي بيتم إضافة هذه الأعمال إلى ما تم تقديره من خلال هذا الجدول. ودي مثال أنا أردت إن أنا أوضحه لكم عشان تعملوا مقارنة ما بين ما ذكر في الكود وما تتبعه وزارة الكهرباء. نشوف مع بعض 2 نموذج للحسابات. مرة هنستخدمه في عمارة سكنية منخفضة التكاليف أو إسكان اجتماعي عادي، ومرة هنستخدم الحسابات في عمارة سكنية إسكان متوسط أو فاخر. أنا بس عايز أفكر حضراتكم إن إحنا في سابقا إحنا كان في الكود المصري تم ذكر أن القدرات تتراوح بالنسبة للإسكان الاجتماعي ومنخفض التكاليف ما بين 1.5 كيلو فولت أمبير إلى 2 كيلو فولت أمبير. وده اللي احنا هنشوفه في هذا العمود، ان القدرة الكهربائية المطلوبة للشقة بتطبيق معامل التباين طلعت هنا معانا في العامل الحسابي ده 1.9 كيلو فولت أمبير،
وهو متوافق ومتطابق مع جدول الكود المصري. الإسكان المتوسط للعمارات الأقل من 15 دور لغاية 4 كيلومتر، وأعلى من 15 دور من 8 إلى 10 كيلو فولت أمبير. طيب لما نروح هنا القدرة الكهربائية المطلوبة للشقة بالإسكان المتوسط أو الفاخر طلعت بعملية حسابية. احنا خدنا هنا معاملات التباين، حتى الكوفريه بتاع العمارة طبعا بيتاخد معامل تباين آخر ما بين عدة عمارات بتتغذى من نفس السورس، من نفس المحول، والرقم ده بينخفض تاني نتيجة ضربه في معامل تباين آخر، فممكن يوصل لل4 كيلومتر اللي هي ذكرت في الكود أو شركات الكهرباء في الجداول السابق شرحها هنا في هذه الحلقة. وده بيوريكم الفرق ما بين يعني ليه بيطلع، بيوريكم ازاي ليه طلع الرقم ده وليه طلع الرقم ده. واحنا طبعا خدناها معاكم تدريجيا باسس. اما نيجي نروح هنا الاسكان الاجتماعي، طبعا دي البيانات المعماريه. العماره عباره عن 4 شقق في الدور، عندنا 6 ادوار اقل من 15 دور، عدد الشقق السكنيه للعماره 4 في 6 ب 24، مساحه الشقه في العماره 65 متر. طبعا البيانات الكهربائيه المناظره للمعلومات او البيانات المعماريه، القدره الكهربائيه اللي هي الكونكتد لود بتاع الشقه لكل 100 متر مربع بدون تكييف، بدون تكييف في الاسكان المنخفض التكاليف 6 كيلو فولت امبير لل 100 متر مربع. طب 65 يبقى 3.9 كيلو فولت امبير. الديماند فاكتور او الديماند لود بتاع الشقه خدناه على 8/10. اذا القدره الكهربائيه المطلوبه اللي هي الديماند لود هتكون 3.12%. طيب ده الشقه الواحده. طيب ال 24 شقه بتوع العماره هنحسب القدره الكهربائيه الكليه للعماره، هتطلع الرقم ده هنقسمه على 24 شقه، العدد ده هيطلع لنا الرقم ده اللي هو متطابق مع الكود. بنشوف بالمثل هنا هننفذ نفس العمارة بس بمساحات شوية هتختلف. هتبقى مثلا مساحة الشقة 150 متر، ودي ممكن تكون نعتبرها إسكان متوسط أو فاخر، يعني تنفع للاتنين. هناخد نفس عدد الشقق، نفس عدد الأدوار. البيانات المناظرة الكهربائية زي ما حضرتك القدرة للكونكتد لود لكل 100 متر هيبقى 16 كيلو، ده بالتكييف. الشقة اللي ده بالتكييف. القدرة الكهربائية الموصلة للشقة بالتكييف اللي هي 150 متر هتبقى 24 كيلو فولت أمبير. الديماند فاكتور هناخده على نص. القدرة الكهربائية المطلوبة للشقة بالتكييف هتبقى حوالي 12، لأن احنا المعامل التباين لل 24 شقة أو 23 شقة هيبقى بالشكل ده. القدرة الكهربائية الكلية للعمارة اللي هي إسكان متوسط أو فاخر 175 كيلو، أما نقسمها على 24 شقة هتدينا 7.2. دي عند العمارة. طبعا لو خدنا فاكتور بتاع المحول بمعامل تباين آخر لعدد عمارات بتتغذى من نفس السورس من نفس المحول هيطلع رقم أقل، ولكن هذا الرقم ما زال وزن النطاق المذكور سواء في جداول الكود المصري أو سواء في جداول شركات الكهرباء السابق شرحها في الشاشات السابقة. وده بس بنوريكم نافذة الفرق بين الاثنين بيتم ازاي وبيتم الحسابات ازاي، وفي نفس الوقت اثبتنا لحضراتكم الارقام المذكورة في الكود المصري وفي جداول شركات الكهرباء، ان هذه الارقام هي ارقام تم عليها اجراءات حسابيه من معامل الطلب الى معاملات تباين مختلفه سواء على المبنى او سواء على المحول عشان نوصل للرقم اللي مذكور في الجداول الخاصه بالكود او شركات الكهرباء. بنوري لحضراتكم نموذج مثال لرسم توزيع اعمال الاناره. الرموز دي حضرتك معرفه هنا بداخل دي شقه، هنا دي حدود شقه. الشقة دي في الإسكان الاجتماعي المنخفض التكاليف دي حوالي 65 متر.
ده وحدات الإنارة متوزعة في الشقة، ودي هنا وحدات السوكيتس البرايز والتلفزيون والتليفونات متوزعة في الشقة. ده نموذج بيوضح لحضرتك كيفية توزيع نقاط التغذية والتليفونات والتلفزيون والإنارة والبرايز في داخل شقة سكنية لإسكان منخفض التكاليف. وحدة التوزيع موجودة هنا تقريبا قرب باب الشقة. عشان تروح على الصاعد هنا في 2 صاعد، هنا في 2 صاعد. صاعد بيغذي الجنب اليمين، وصاعد بيغذي الجنب اليسار. ادي هنا دي مواسير الصاعد ودي مواسير الصاعد التاني. زي ما هنشوف كده بالسنجل لاين دياجرام بعد كده تفاصيل الصواعد الخاصة بالتغذية الكهربائية. ده هنا ديسكريبشن وتعريف لكل الرموز المستخدمة هنا. أرجو إن حضراتكم يعني تقروها كويس، ولأنها ده نموذج عملي من مشروع فعلا تم تنفيذه في جمهورية مصر العربية. أحكم على القطاعات ومساحات مساحة مقطع السلك الأسلاك المستخدمة في دوائر الإنارة الفرعية زي ما حضراتكم شايفين كده، والإنارة العمومية ودوائر الفرعية والعمومية للبرايز، والدوائر الفرعية والعمومية للبرايز والقوة. ودي هنا القطاعات دي هي المستخدمة في معظم المشاريع، وهي متوافقة مع ما نص عليه الكود المصري والأكواد العالمية. اللوحة دي سنجل لاين دياجرام للوحة التوزيع الخاصة بالشقق. أنا عندي شقة رقم 1 2 3 4 لغاية ما أوصل لشقة رقم 24. بما أن المساحات كلها متساوية بتاعت الشقق، وبالتالي فإن لوحات التوزيع هتبقى تيبيكال، هتبقى هي نفسها. واللوحة بتبقى عبارة عن بريكر رئيسي 40 أمبير مينيتشر سيركت بريكر. اللوحة فيها إما فيها بسبارات أو فيها وايرنج، ويفضل اللوحة اللي تبقى فيها بسبارات لمنع الحريق. وبيكون الحد الأدنى لشورت سيركت ليبل 10 كيلو أمبير للبسبارات. فيها انديكيتور لامب، يعني لمبات بيان بتبين لك في كهرباء على اللوحة أم لا. اللوحة الداون ستريم هنا الخارج بتاعها بتوزعها ما بين الإنارة دايرتين. الأوتلتس اللي هي البرايز واخدة دايرتين، برايز القوة واخدة دايرة. في حوالي إسبير احتياطي حوالي 3 سيركت بريكات. ده نموذج مصغر من شقة إسكان اجتماعي. الكابل العمومي هو طبعا بتتغذى على سنجل بيز هنا 40 أمبير. فالكابل هنا هيبقى 3 فرد، 2 في 16 فرد الحية، وزائد 6 ملم الكابل هنا ألمونيا اللي هياخد من الصاعد اللي موجود في الدور، كوبري الصاعد اللي موجود في الدور لغاية كوبري الشقة، ثم العداد الخاص بالشقة. ودي بتبقى داخل مواسير قطرها 50 ملم، ومواسير PVC مدفونة في الحوائط. نموذج للوحة لوحة BS، لوحة خدمة سيرفيس بانل في عمارة إسكان اجتماعي. وهتلاحظ إنه لوحة الخدمة فقط بتغذي إنارة السلالم ومداخل العمارة فقط لا غير. مفيش لا موتور ولا في مضخة موتور طلمبة. هي فقط للإنارة في الإسكان الاجتماعي. وبتتوصل اللوحة دي بتايمر. التايمر ده بيعمل على تشغيل أو مكنة سلم بتعمل على تشغيل إنارة السلم. وده نموذج متبع في عمارات الإسكان الاجتماعي. طبعا الكابل زي ما شرحناه لحضراتكم سابقا، وبتبقى لها عداد خاص بيها بعداد الخدمة بيبقى موجود في مدخل العمارة. نموذج لصاعد تغذية كهربائي في المثال اللي احنا ذاكرينه هنا في الحلقة. احنا عندنا عمارة الدور فيها 4 شقق.
في 6 أدوار، العمارة عبارة عن 6 أدوار، فإحنا بنحط 2 صاعد لتغذية ال24 شقة، لتغذية إيه؟ ال24 شقة. إحنا عندنا كام دور؟ الدور الأرضي الأول، الثاني، الثالث، أو الأرضي الأول، في السكند، الثالث، الرابع، الخامس. يعني هي عمارة 6 أدوار، يبقى هنا 5 أدوار مع أرض، يبقى 6 أدوار. تمام. الصاعدين دول، كل صاعد يعني يعني كل صاعد من دور بيغذي شقتين. هتلاقي هنا ايه، او بيغذي لوحتين، ادي لوحتين اهو، واحد اتنين، لوحتين واحد اتنين، لوحتين واحد اتنين، لوحتين واحد اتنين، لوحتين واحد اتنين. الصاعد الايمن والصاعد ايه الايسر. من خلال هنا المواسير اللي موجوده هنا، احنا طبعا هنشوف في الشاشات اللي بعد كده توضيح اكتر للكلام المكتوب هنا، الكلمات المكتوبه هنا. احنا بس حبينا نوريكم زي اوتلاين شكل الصاعد ايه. ادي الصاعد اللي نازل واخد 12 شقه على اليمين، والصاعد اللي نازل واخد 12 شقه على اليسار. بينزلوا يتربطوا كوفريه رئيسي للعماره تحت في الدور الارضي، والكوبريه الرئيسي بيجي له بياخد تغذيته بالكوبريه العمومي الخاص بشركه الكهرباء، موجود بره المبنى، يتم التوصيل بيه عن طريق كابلات، والتغذيه جايه بتتربط هنا بالكوبريه بتاع شركه الكهرباء، ثم يربط بكوبريه خاص بالعماره. خدنا بس زي قطاع او جزء من الاثنين صاعد عشان نوري لحضراتكم بطريقه توضيحيه اكتر. ادي عندي الشقه الاولى، شقه رقم 2، وشقه رقم بتاعه العداد. بتتوصل كل لوحه من دول بتوصل على لوحه عداد. لوحه العداد فيها العداد، ثم يوصل على كل شقه من دول لها كوفريه. الكوفريه ده بيبقى فيه سيركت بريكر عليه، ثم من السيركت بريكر الى الكوفريه اللي موجود في الدور في العماره. وبيربط بكابل، الكابل ده 2 في 16 زائد 6 مللي ألمونيا لكل شقة من دول بيتربط بالصاعد هنا، سواء على اليمين أو سواء على اليسار. التوضيح هنا أكتر، واضح هنا أكتر لبقية الشقق اللي موجودة لغاية السيلد فلور. حضراتكم شايفين الكوبريه الرئيسي بتاع العمارة، وده كوبريه شركة الكهرباء. الكوبريه ده بيتم ربطه بالرايزرز، الاثنين رايزرز اللي موجودين في العماره، وبيتربط بالتغذيه بتاعته، بياخدها من الكوبريه الخاص بشركه الكهرباء المركب خارج المبنى. بيجي الكوبريه الخاص بشركه الكهرباء مركب خارج المبنى كابلين، كابل بيخش وكابل بيخرج خاصين بالتغذيه الكهربائيه. وبكده يبقى كده وضحنا نموذج لإسكان اجتماعي وإسكان متوسط أو فاخر، طبقا لمعايير التصميمية التي وردت في الكود المصري، وطبقا لجداول شركة الكهرباء. وادينا لكم مثال حي يشرح هذا الموضوع ومكونات لوحات التوزيع ونماذج خاصة بها للإسكان الاجتماعي. أحب أنبه، الإسكان الفاخر ما بيبقاش فيه رايزرز. الإسكان الفاخر كل شقة بتنزل بكابل خاص بيها مستقل، وتنزل لغاية الدور الأرضي لغاية مكان العداد الخاص بيها. ليه؟ لأنها الأحمال في الفاخر بتبقى عالية، وعلشان نضمن سلامة التوصيل، وعشان نضمن استقلالية عدم انقطاع الكهرباء عن كل العمارة في حالة الأحمال في وقت الذروة، وعشان نضمن كمان المعالجات الخاصة بفولتج دروب والسايزنج السليم للحمل السليم لكل شقة. وشكرا وإلى اللقاء.